من غير مقدمات وكلام كتير، كلامنا النهارده عن كوتش الفانس، تحديدا كوتش الفانس الاولد سكول لو، وهنراجع اكتر من خامه لان في ناس طبعا منكم طلبوا مني ان انا اراجع الكوتش ده. هو الكوتش طبعا قديم جدا، بس دي ميزه بقى ان انت تكون بتقدم محتوى محدش تقريبا بيقدمه، لان المحتوى طبعا ده نادر جدا بالعربي. وبرده الكوتش الاس كي 8 هاي، فاحنا هناخد راحتنا بقى ونراجع براحتنا. يلا بينا نبدا ونقول بسم الله. كوتش الفانس ده اللو طبعا بيجي بالبوكس بتاعه، لان ده المفروض الخامه الميرور. بس كده على شكل البوكس. كلمه فانس بقى في كل حته وهكذا، وساعات بيبقى عليه الليبل او التيكت بتاعه في البيانات، مش دايما. زي ما قلنا دي كلها حاجات ملهاش لازمه. تعالوا بقى نبص على الكوتش. طبعا ورق الزبده ده اسمه ورق زبده، ده بيكون عليه برضو الكتابه بتاعت الفانس، وبرضو ساعات بيبقى عادي ورقه زبده شفاف، مش ضروري يعني يبقى عليه كلمه الفانس. تعالوا بقى نشوف الكوتش نفسه. دي الميرور اوريجينال، تعالوا بقى نبص عليها كده بصه. هي طبعا من هنا الجزء ده كله بيبقى قماش، الجزء ده كله قماش اللي انتوا شايفينه ده. الحته دي طبعا جلد، البيضه دي. هنا برضو هكذا نفس الفكره، هنا كل ده قماش، كل ده قماش. امال فين الشمواه بقى؟ الشمواه بيبقى الجزء اللي قدام ده، حتى باين في الكاميرا اهو، كل ده بيبقى الشمواه. وهنا برضو بيكون الشمواه، الجزء ده اللي هو بيمسك فيه الرباط، اللي مكان فتحات الرباط، كل ده الشمواه. من هنا مكتوب برضو الفانس اوف ذا وول. تمام بقى نبص بصه كده على الكوتش كله. طبعا انت بتقول ايه الرابطه دي؟ ما انت ما شفتش بقى فيديو اللي انا عملت فيه الربطات. انا عملت لكم 11 رابطه فيهم بقى حاجات مختلفه عن كده، كمان بتغير شكل الكوتش، وهسيب لكم اللينك بتاعه برضه في التعليقات. انت مش متابع، انت كل ده عشان انت مش متابع. ماشي. هنا برضه النعل من تحت، في حاجه هنا يعني الاشكال السداسيه هنا لو حد ملاحظ عامله شكل كده معين، هي حاجه مريبه، بس طبعا في النعل يعني مش فوق. بس ماشي شغال. ما نشوف الموضوع ده، هو في الغالب يعني حاجه عشوائيه، يعني مش حاجه مقصوده. خطوط متداخله مع بعضيها كده، وحد واخد باله؟ حد واخد باله هي ظاهره علامه ايه بالظبط؟ انا مش هقول، ماليش دعوه. الكوتش طبعا وزنه هو مش خفيف وبرده مش تقيل، يعني نقدر نقول وسط. التقل كله طبعا جاي من النعل نفسه. النعل نفسه هو اللي فيه تقل سيكه، بس مش تقيل، يعني محدش يفهمني غلط، هو مش تقيل، هو وسط. مش اللي هو بقى تمسكه اللي هو ما تحسش بيه خالص، زي الكوتش مثلا النيو بالانس ال 530 اللي انا كنت عامله لكم. لا ده مش خفيف قوي، وده برده مش مقاس كبير ولا مقاس صغير، يعني ده مقاس مثلا القطعه اللي معايا دي مقاس 41، لان طبعا هيفرق لو مقاس صغير القطعه نفسها هتبقى اخف يعني، فده مقاس 41 بس. تعالوا بقى اوريكم الفردتين جنب بعض عاملين ازاي. تعالوا نشيل البوكس على جنب كده عشان نعرف نراجع. طبعا الكوتش الفانس هو كده غني عن التعريف زي ما قلنا، وبيمشي مع اي حاجه، لان هو واخد الالوان المحايده كلها، الاسود والابيض. وكمان الكوتش اللي هو بيبقى ملموم كده في الرجل، عارف اللي هو الحاجه كده خفيفه ملمومه في الرجل. زي ما قلنا طبعا هي بتبقى مشكله من مشاكله اللي هي الشمواه، هي دي المشكله من المشاكل بتاعته، لان طبعا زي ما قلنا الشمواه مش اسهل حاجه في التنظيف. وانا عملت لكم برده فيديو في شرح كامل لطريقه تنظيف الفانس الاولد سكول تحديدا، او الشمواه والجلد المقلوب بشكل عام، من موقع فانس الرسمي ذات نفسه.
فانا برضه هسيب لكم الفيديو في اول تعليق ان شاء الله. زي ما قلنا ده الكوتش الميرور اوريجينال. تعالوا بقى نشوف جنبه التصنيع المحلي. بصوا كده، هحط لكم فرده من هنا وفرده من هنا عشان يبقى الصوره واضحه لكم اكتر. نحط ده على جنب ونحط ده ايه على جنب. تعالوا كده نشوف بقى. بصوا كده الفرق، طبعا واضح النعل عامل ازاي، الشكل من فوق حتى. خد بالكم برضو المصري بقى هنا دي كلها شمواه، يعني المصري كلها شمواه، مش يعني من هنا. بصوا كده دي هنا قماش، الجزء ده قماش، هنا كله شمواه. بصوا كده الكيرف نفسه دي عندي مختلف، دي زجزاج كده او واخده ميل اكتر اللي هي الميرور اوريجينال. النعل شكله مختلف زي ما انتم شايفين. من ورا برضو كلمة الفانس، شوفوا شكلها عامل ازاي. من تحت طبعا نعل مختلف تماما، ده حاجة وده حاجة. بس برضه يا شباب دي مش مقارنة، يعني دي مش مقارنة، احنا مش بنقارن ده بده. المقارنة دي بتبقى حاجتين بنفس الفلوس بنفس السعر. زي مثلا حد يجيب لك موبايلين مثلا كل واحد ب 3000 جنيه ويقارنهم لك ببعض، دي اسمها مقارنة. دي مش مقارنة، ده اللي هو التصنيع المحلي ده بتلت تمن اللي هو الميرور اوريجينال، في حدود تلت تمنه، يعني فرق شاسع بينهم، فدي مش مقارنة. والناس الشباب اللي بيبقى عندها هيسهس بقى، اللي هي بتفكر ان ممكن حد ينصب عليها، عمر ما حد ينصب عليك مثلا ويبيع لك اللي هو التقفيل المحلي ده بسعر الميرور اوريجينال، مستحيل يعني. فعشان بس الشباب اللي بيبقى عندها هيسهس في الموضوع ده، فالناس اللي بيبقى عندها هيسهس بقى ما تقلقش من القصص دي كلها. تعالوا برضو اوريكم الاثنين جنب بعض، سواء ده او ده، قطعتين جنب بعض. وبالنسبه للوزن يعني برضو ده مش تقيل خالص، ده يعتبر برضو وزنه كويس جدا، لان ده كمان مقاسه كبير مش صغير. ده مقاس 44، ده مقاس 41. فبالنسبه برضو للوزن مش تقيل، لا تقيل ولا خفيف، فكويس. يلا نروح بقى للكوتش الهاي اللي هو الاس كي 8 الهاي، اللي هو بيكون يعني في شباب بيسموه برقبه، اللي هو يعني الطويل. برضه بيجي بالبوكس كده، ورق الزبده وشويه الدلع اللي احنا عارفينهم دول. تعالى بقى نمسك الكوتش، هحط لكم برضه الفردتين جنب بعض عشان تشوفوهم كويس، بس همسك لكم الاول فرده كده عشان اشرح لكم عليها. برضه الكوتش بيكون عليه مكتوب على اللسان فانس اوف ذا وول، وبرضه مكتوب عليه من ورا فانس اوف ذا وول. بالنسبه بقى للخامات بتاعه الكوتش، هي برضه جلد على قماش على شمواه، وبرضه من تحت بيكون نفس النعل، وبرضه نفس داخل فيه نفس الاشكال السداسيه اللي انا قلت لكم عليها دي. مش عارف شكلها غريب بصراحه، فماشي ما علينا. هنا برضه من قدام بيكون الجزء اللي قدام ده شمواه، الحته اللي قدام دي كلها. وبرضه من الجنب بقى هنبدا نشوف اللي هي برضه الاجزاء اللي هي القماش، كل دوت برضه اللي انتوا شايفينه من الجنب ده قماش، وبرضه من ورا بيكون شمواه. هي نفس برضه فكره تركيبه الجلد على قماش على الشمواه التاني، وبرضه اللسان مكتوب عليه كلمه فانس زي التاني برضه. بالنسبه برضه للحجم بتاعه هو برضه مش تقيل، يعني برضه الفكره ان هو حتى برقبه بس برضه مش تقيل، هو خفيف نسبيا او وزن وسط نقدر نقول زي التاني. تعالوا بقى اوريكم الفردتين جنب بعض عاملين ازاي. برضه هو شكله بصراحه كويس، اللي بيحب الحاجات اللي هي زي ما قلنا برقبه، او نقدر نقول اللي هي الحاجات الهاي. وعشان الناس اللي بتزعل تقعد تقول لي قولي الاماكن قولي الاماكن قولي الاماكن والكلام ده كله، اللي عايز اي حاجه من الكوتشيات دي فانا برضه هسيب لكم التفاصيل في اول تعليق ان شاء الله. وبس كده احنا كده خلصنا مراجعه الفانس. ما تنساش بقى اللايك وما تنساش الاشتراك في القناه، واي كوتشيات انتم محتاجين نراجعها اكتبوها لي في التعليقات، وان شاء الله هنحاول نراجعها بعد كده. إياك أن تستحي إن كنت عاصيا لله أن تستفتح أعمالك باسم الله، لأن الله مش حقود، الله ما بيتغيرش على خلقه. مش لما تعصاه يقول لا أنا نفضت إيدي من الود أبدا، لأنه رحمن ولأنه رحيم.